خلينا نبدأ عندك اليوم. أنت تعرف أكيد الأخبار اللي صدرت اليوم وأثارت جدل كبير بالوسط الرياضي. صحيح. سعد الحارثي قريب من نادي الهلال، وفي ناس قالوا خلاص وقع. الأنباء كلها تشير أنه خلاص سعد الحارثي انتقل من النصر ووقع مع الهلال. والله شوف، يعني الشيء اللي الأكيد أنه في الهلال يعني كل شيء يحدث داخل النادي يعني يتم إعلانه بكل شفافية للجماهير والإعلام وللآخرين بشكل يعني سريع ومهني وواضح، وبالتالي مسألة أنه اللاعب وقع على الهلال أنا أعتقد أن هذه يعني غير صحيحة إطلاقا، لأن لو كان وقع كان تم إعلان الخبر بشكل رسمي مثل الأخبار الأخيرة. هو ناس قالوا إنه اتفاقية. لا ما قالوا اتفاقية، هم قالوا وقع. لكن الجميع يعرف أنه اللاعب سعد الحارثي يعني عقده خلاص بإمكانه يوقع مع أي نادي، لأن 6 شهور على وشك أن تنتهي، وبالتالي فهو لاعب كما يقال في السوق مطروح أمام الأندية كلها. اللي يعمل في الأندية يعرف أنه كثير من اللاعبين يعني أنت وكلاء اللاعبين ممكن يسوقون لاعبينهم على الأندية يعني باستمرار، تتلقى كنادي عروض من لاعبين، من وكلاء لاعبين معروفين لاعبين غير معروفين باستمرار. لا، وأيضا تستقبل كل هذه العروض وتدرس حاجتك لها وتقيمها، وبالتالي قد تفاوض ولا تتفق، قد تفاوض تتفق، قد تصرف النظر. فلا يمكن يكون النادي مثلا كل ما قام بخطوه ان يتم اعلانها بشكل رسمي. يعني في مفاوضات لسعد الحارثي؟ انا ما اقدر اقول لك ما في مفاوضات، لانه انا اتكلم عن المرحله الحاليه، انه ليس هناك اي توقيع، لكن اذا ما عرض على النادي يعني افهم من كلامك انه الى اليوم الى الساعه هذه سعد الحارثي ما زال نصراوي. هذا شيء اكيد ما في شك، يعني ما وقع مع الهلال. انا ما اقدر اقول لك انه نصراوي لكنه ما وقع مع الهلال. انا اتكلم عن نادي الهلال، ليس هناك توقيع مع نادي الهلال، ولو تم توقيع يعني سيعلن، سواء كان التوقيع هذا قريب أو بعيد في لحظته. لكن الناس يتكلمون أنه كأننا ننفي، يعني أنا ما أتكلم عن سعد الحارثي كابتن سعد كلاعب أو مستواه أو حاجة الهلال له أو مفاوضته من عدم مفاوضته، هذا موضوع آخر. الأندية تفاوض عدد كبير من اللاعبين، ويمكن الجميع يتذكر يعني توفيق عقيل بالغيث لاعب نادي هذا كان في مفاوضات وأعلنها رئيس نادي الفيصلي، ولكنها توقفت وتم صرف النظر عنه من خلال إعلان رئيس النادي. فليس مطلوب من النادي أن كل خطوة يقوم فيها أو كل تحركات داخليا يعلنها، لأنه في شغلات تتم، في شغلات ما تتم، في أشياء يعني. بس أنت تتكلم عن لاعب جماهيري أبو يزيد، جماهيري بالنسبة للجماهير، لكن بالنسبة للنادي، النادي يدور مصلحته ويشوف الخطوات اللي تتوافق مع ما يريده، حتى لو كان بعد الهلال نادي جماهيري ونادي كبير. أكيد. وبالتالي ما يعني هذا ما هو مقياس. المقياس انه مثلا انا وقعت مع لاعب تم عندي حدث حقيقي بالتاكيد ستجده. بس في انباء كثيره يا ابو يزيد تؤكد انه الهلال بالتحديد عن عضو شرف هلالي هو من تكفل بالصفقه، هو من. والله يا اخي يعني ان نفينا قالوا اذا ما نفينا قالوا انتم ما تنفون وتاكيد يعني الناس. من كلامك ابو يزيد كانه في شيء صاير بين انا قلت لك، بس انت ما انت حاب تقول. لا مو بكذا. يعني شوف، اللاعب متاح، هذا شيء معروف، متاح للهلال، للنصر، للاتحاد، للاهلي، لاي نادي يبغاه، لانه عقده خلاص منتهي. هو صحيح من 177 ساعه. وكيل اللاعب بالتاكيد انه سيسوق على في اي اتجاه يريد. بالتاكيد انه سيكون فيه وجهات نظر مختلفه. والله مثلا انا الحين مثلا يقول لك والله تبغون عقيل بالغيث، انا ممكن اقول ما يصلح، الثاني يقول يصلح، الثالث يقول لا كويس، فوجهات نظر. بالتالي اللي يتغلب في النهايه اللي يتفق عليها الجميع مصلحة النادي. هذا الكلام يتعلق في أي لاعب، ما يتسع عدل الحارثي بالذات. أي لاعب تريد أن تتفاوض معه أو تطرح اسمه سيكون في عدة وجهات نظر، رأي المدرب، رأي الناس القريبين من الإدارة، رأي الإدارة، رأي أعضاء الإدارة، الرأي الجماهيري، أمور كثيرة تؤخذ في الاعتبار. هذه الأشياء هي اللي يعني هذه أشياء ليس من علاقة أحد يعني يعلنها، وليس من مصلحة أي أحد يعلنها. أنا أعلن إذا اتخذت قرار وقررت أني أجيب اللاعب الفلاني أو كذا، من حق الجماهير أن تعرف. لكن الشيء اللي أنا أفكر فيه يريدون أن يعرفونه، هذا أعتقد أنه غير موجود في أي نادي. وإن شاء الله مع الشفافية اللي موجودة في الهلال نحن نوصل لهالمرحلة أنه حتى الشيء اللي نفكر فيه نعلن للناس. هو بس لأنه أبو يزيد سعد الحارثي تعرف أنه لاعب يعتبر يمكن اللاعب رقم 1 من جماهير النصر كجماهيرية. نعم. ولما ينتقل نادي منافس تقليدي تعتبر ضربة موجعة في الصفوف النصراوية. فهذا اللي يخلي الجميع في تعطش لمعرفة حقيقة هالخبر. اوكي، هذا ما له علاقة في النصر. اللاعب لاعب نصراوي وعقده عند النصر، وبإمكانهم يوقعون معه إذا كان هو مثل زي ما تفضلت. يعني لا تحط الشيء على الأندية الأخرى. يعني أنا أذكر أنه سئل قبل فترة رئيس نادي الشباب وقال الشيء اللي لصالح نادينا حنسويه،
ونفس الشيء حيقوله رئيس الهلال، نفس الشيء حيقوله رئيس الاهلي، رئيس الاتحاد. وبالتالي ما تستطيع ان تجزم، يعني طالما ما في شيء حاصل، يعني ولنفرض انه مثلا في مفاوضات ما حسمت ممكن تفشل. هل ممكن ان اعلن ان اقول انا سويت كذا وكذا؟ ما نتكلم على ساعه، نتكلم بشكل عام. يعني هذه يعني ما تستطيع ان تعلن شيء لم ينتهي ولم يحدث، لا زالت مفاوضات، قد تنتهي قد تفشل، قد يصرف النظر، قد يكون في النادي يغير رايه، اللاعب يغير رايه، الوكيل يغير رايه، كل شيء متاح. فلا يستطيع اي نادي، انا ما اتكلم عن صفقه سعد الحارثي او الهلال، اتكلم عن بشكل عام، لا يستطيع اي نادي ان يقول والله انا قاعد اسوي كذا وكذا وممكن ما تتم. فهذه الامور ستظل معلقه بحكم انه اللاعب يعني عقده منتهي وفتره التسجيل قريبه يعني على الابواب، فحتكون لا يستطيع اي شخص ان يغلق هذا الباب، سيستمر. ممكن بكره يطلع لك انه رايح للشباب، رايح للاتحاد، رايح لكذا، ممكن في النهايه يبقى في ناديه. يعني هذه امور لا احد يستطيع ان يعطيك الراي النهائي، لانه اصلا لا يوجد راي نهائي فيها. يعني مثل المريض اللي داخل غرفه العمليات، وش صار؟ طاب ما طاب؟ طيب لا زال العمليه جاريه، ما بعد خلصت، لازم تنتظر. يعني في مفاوضات، مو ذي، انا اتكلم بشكل عام، انا ما اقول في مفاوضات، يمكن في مفاوضات من الهلال، يمكن في من الاتحاد، يمكن في من الشباب، يمكن في من الاهلي، لكن طالما انه ما في شيء محسوم ما تستطيع ان تجزم. ممكن انا افاوضك وفي اخر لحظه تروح لنادي الشباب مثلا كلاعب، كاي لاعب، ممكن تروح للنادي الاهلي، ممكن تروح لنادي، فاي واحد يقول لك انا لا املك، أنا ما عندي معلومه، ممكن يقول لا تسال، يمكن رئيس النصر ما عنده معلومه، لا تسال رئيس الشباب ما عنده معلومه، حتى لو كان يفاوض شخص على الطاوله، طالما ما في توقيع لا يستطيع ان يجزم والله ان اللاعب هذا خلاص اصبح ملكي، او يعني اقصد منضم لي. فالمساله ما حد يقدر يجزم فيها، حيستمر الجدل والحديث الى ان يوقع اللاعب لاي نادي، وبالتالي يغلق الباب.